اهلا وسهلا بيكم. معاكم محمد عبلة. النهارده ان شاء الله هنتكلم على اداره تطوير الابتكار، واللي انا هتكلم عليه هنا بتكلم على الفتره اللي انت بتطور فيها اختراعك. انت اوريدي عندك فكره، يعني انا مش هتكلم دلوقتي على لسه بتدور على فكره، لا انت عندك اختراع اوريدي. ودي مشكله بنعيشها بشكل قوي كلنا من بدايه ما نشتغل على الفكره او الاختراع بتاعنا حتى النهايه، حتى الان. كويس. عشان كده انا عايز اعرفك النقطه دي ازاي تتخطاها، وهي ازاي اثرت علينا، وايه السبب، يعني هي ازاي احنا تاثرنا بالموضوع ده. خلينا نتكلم على اول حاجه. آه، احنا عشنا فتره، يعني هو ده تدريب. انت عشت التدريب ده بدايه من السن الابتدائي، انك انت تخش المرحله الابتدائيه حتى الكليه، وانت عارف ان انت بتاخد كتاب، بتاخد معرفه، بتاخد معلومه، بيتم اختبارك فيها في وقت محدد، انت عارف كده، وبتشتغل على النظام ده، وعقلك مسيستم ومنظم على هذا النظام. كويس. المشكله بقى اللي بتحصل مع ناس كتير، بيحصل لهم مشكله ما بعد الجامعه. كويس. بيبدا يحصل له دروب. في ناس ما شاء الله بتستمر وما شاء الله بتتطلع، وتحس ان هو يعني كانت الكليه مأيداه. وفي ناس للاسف انا بقيت اتابع وراجع الشباب دول، الاقي حد ما شاء الله اول يعني هو ما شاء الله بيقفل المنهج كويس. شوفوا بعد كده هل بقى رجل اعمال ناجح جدا؟ هل لا؟ تلاقي الموضوع اختلف، لان هنا حصلت مشكله. الاول هو كان تحت قيود وتحت سيستم هو التزم بيه، عن طريق بقى في حاجات كتيره من عوامل الخوف او الالتزام. ممكن اكون انا شخص ملتزم، بحب الالتزام، بحب النظام. ممكن تلاقيه بينجح عشان ما بيحبش حد يقول له كلمه وحشه. ممكن يكون بينجح علشان ده هدفه، يكون بينجح عشان عنده طموح لحاجه معينه، او يوصل، او يكون معيد او كذا. المهم كل واحد عنده هدفه، لكن كان مقيد، لان انت زي ما بقول انت اتدربت على نظام معين مقيد وماشي برولز معينه بتتم عليك وعلى غيرك. كويس كده. لكن احنا دلوقتي يعني حتى هي الموضوع ده مهم في الحياه، لكن بعيد عن الحياه. احنا بنتكلم عن الاختراع دلوقتي كمخترعين. احنا خلصنا الكليه فطلعنا. كويس. خلاص بقى خرجنا للحياه بقى اللي فيها الاختبار قوي جدا، والنتيجه بتاعته ممكن تكون مؤلمه، او ممكن تكون فعلا اختبار حقيقي. خلاص ما فيش الاختبارات الورقيه، ولا ممكن اعيد، ما فيهاش اعاده. كويس. خلاص يعني الموضوع يعني يا تنجح او يعني معلش تفشل. كويس. لكن انا هحدد قوي كلامي، خلينا في الاختراع. كويس. فانت جيت على موضوع الاختراع بتاعك. كويس. انت بقى انت الاداره، انت مالك الفكره، انت مدير الفكره. كويس. طيب عامل زي مدير الشركه. تمام، احنا عايزين نسلم المنتج ده او الاختراع ده في خلال قد ايه يا مدير؟ هيقول لك لا، احنا نشتغل ونطور فيه. طيب اشتغل وطور فيه. انا عملت كده. انا مش بقول حاجه وبهاجم بيها حد، لا انا عملت كده. اطور الاختراع، اشتغل عليه، حققته انت. برضو خد بالك من النقطه دي، لان دي يعني من ضمن التسويف، ومن ضمن اللي انا المدير. وما هي دي بقى الفكره، انت تبقى مدير اختراعك. كويس. حققت الاختراع لما لقيت مسابقه كانت في الكويت، وتقريبا دي اول مسابقه ادخلها في حياتي. كويس. كان اونلاين طبعا، والموضوع كان صعب ايام اللي كان نت بالكارت وحاجات كده. كانت 97، تخيلوا 97. المهم كانت اول مسابقه ادخلها. لما انا عرفت ان في مسابقه، انا تقريبا في خلال اسبوع حققت الجهاز. خلال اسبوع، رغم ان انا كنت شغال عليه ممكن سنه او اكتر. كويس. فكان سبب اللي انا عندي هدف او حاجه لازم اسلمها في الميعاد، اللي انا اخلص الفكره. كويس. جه بعد كده الفتره اللي انا قعدت فيها ما عنديش حاجه، قعدت اطور. يمكن انا قلت قبل كده طورت الاختراع بتاعي ده 6 مرات. كويس. لدرجه لما جت نجوم العلوم واختبروني ووافقوا عليا وقالوا لي انت ان شاء الله تيجي بجهازك في بعد شهر، قعدت اطور فيه مره او مرتين كمان، وغيرت السيستم خالص. تخيل، يعني انا عمال اطور. ولو سابوني هفضل اطور الى ما لا نهايه. زي الشباب بيكلموني يقول لي الاختراع بتاعي انا بقالي 6 سنين شغال عليه، في اللي يقول لك بقاله 10 سنين شغال على نفس الفكره. طيب فين النهايه؟ احنا ممكن الى ما لا نهايه، ممكن افضل اطور الى ما لا نهايه. ربنا يسهل لي فكره او باختراع، وانا اكمل في التطوير. طيب دي مشكله، لان احنا لو قلنا زي ما نقول الشركه ويا مدير بلغنا احنا هنسلم المنتج ده امتى، يقول لك لا طور وما تشغلش بالك، احنا مستمرين مع بعض، بنصرف من وقتنا ومن
مجهودنا ومن مواردنا على نفس الفكره ومستمرين. طيب دي مشكله، لان انت مش هتسلم اختراعك اصلا. كويس. فبعد ما احنا عدينا الكليه، فمن هنا بقيت انت الاداره، انت مالك وانت الاداره، وانت لازم تاخد قرار. طيب نعمل ايه؟ يا اما انت قدامك كام حاجه، يا اما انت تعرف تحط لنفسك تايم لاين واضح جادي كويس، اللي انا في خلال كذا لازم الاختراع يخلص. وخدها نصيحه مني، انا مش بعرف اعمل كده. انا يعني ان شاء الله حاجه واقعيه. انا عندي اختراع من ضمن اختراعاتي يعني، عاجبني مهم، وحاجه يعني ممكن نقول حاجه حيويه مهمه للناس، ما بيلاقوش ليها مشكله. حاجه خاصه بالحريق. كويس. ف يعني ما فيش حل للمشكله دي، فانا الحمد لله ربنا اكرمني بحل. كويس. فهي حاجه مهمه. طيب اشتغل عليها شويه واسيبها شويه. طيب عايز احققها، اعمل ايه؟ احنا ان شاء الله شهر 2 اللي جاي في معرض الكويت. خلاص انا صممت وعزمت اللي انا اختراعي ده هجهزه. هو ده اخترت الجهاز ده، هجهز الجهاز ده وهعمل له نموذج وهسجله كله ان شاء الله هيبقى جاهز. هشارك بيه في معرض الكويت، لان انا مش هشارك باختراعي، خلاص انا قررت اشارك باختراعي التاني ده مره تانية. كويس. هشارك بالفكره الجديده ونشوف برضو حظها هيمشي ازاي. لكن انا يعني ان شاء الله طبعا انا رايح المعرض. فانا حطيت نفسي في تحدي، وحطيت لنفسي ليميت انا اللي حطيته. كويس. ومش حطيته بس، ده انا مضطر ليه كمان، لان انا خلاص انا مرتب اموري على هو ده اللي هقدمه. كويس. فخلاص انا ممكن نقول حطيت نفسي على التراك، وانا اخر التراك الباب اللي انا هخش من المعرض، فانا ما عنديش حل تاني. كويس. يمكن انا بمشي كده كتير، اللي انا بحط لنفسي تراك بالنسبه لاختراعاتي. طبعا في الشغل مختلف، الشغل انا كنت احب اطور اطور اطور، نقعد نطور بقى، لا لكن كده انا كده الشخص مش هيستلم اختراعه. فانا بعمل ايه بقى مع المخترعين؟ ده حاجه ممكن لسه حاصله من يومين كده، في حد عنده اختراع بدات اقول له وجهه نظري. فانا بعمل ايه؟ بعمل اطار للفكره معاك كصاحب الاختراع، واقول لك والله احنا عندنا نقطه 2 3 موافق عليهم، تمام. عندك اقتراح تاني؟ يعني اخر حد كنت بتكلم معاه قال لي انا محتاج نقطه كمان دي زياده، دي مهمه بالنسبه لي. قلت له لا طبعا مهمه، ان شاء الله هضيفها لك. بس احنا كده قفلنا الاطار، وبعد كده نشتغل من خلال الاطار. فاحنا كده حددنا العمل، لان انا كنت في الشغل برضو كده اقعد يعني احب استنى الفكره، والاقي فكره جت عليها نعمل لها اضافه واثنين وثلاثه. اكيد انا مش هتاخر على اي حد طبعا وانا بشتغل في الفكره، لان انا لو لقيت حاجه اضافه جيده تفيده اكيد مش بتاخر عن حد. كويس. فالفكره مشكله اللي انت تفضل تقول انا اختراعي ده هعمله بعد سنه، بعد سنتين، بعد ده كتير. يعني بص انت كده بتضيع على نفسك فرص كتير قوي، لان ممكن الفكره تكون مناسبه دلوقتي بعدين مش مناسبه. فحاجه مهمه انت تاخد قرار في التنفيذ وتفعيل الفكره وتجهيز الفكره، وانت تقدمها تعرضها للناس. لان انت اوريدي خلي بالك عشان بس ما تبقاش طموح ومتخيل ان انت هتعمل فكرتك او اختراعك والناس هيقول لك ايوه هو الاختراع هو ده. مفيش الكلام ده خالص، انسى. انت هتعمل اختراعك، هتعرضه للناس، الناس هتعترض وهتوافق، هتثني على حاجات معينه وهتعترض على حاجات معينه. فالمطالب منك عشان انت تكون بقى مخترع ذكي تاخد الفكره وترجع تعدلها وتطورها وترجعها تاني للناس بشكل. انا اختراعي الحمد لله اخر حاجه خلاص انا وصلت بيه، لاني شاركت في معارض دوليه وكذا معرض، بقيت اشوف نقد الناس، تأييد الناس لحاجات معينه اهتم بيها اظبطها لحد اخر حاجه فعلا ردود الناس للفكره. خلاص الفكره الحمد لله مفيش عليها اي تعليق. يعني يمكن في فيديو ان شاء الله هبقى انزله. المدير بتاع معرض جنيف كان معانا طبعا في الكويت، فهو ايه اعترض، بيقول لي الاختراع مش قوي. طبعا الكلام ده انا حصل معايا زمان، هو كنت عايز اقول انت جيت متاخر قوي لما حد قال لي الاختراع مش قوي، فهو عايز بيجرب بنفسه. طب انا هعمل ايه؟ انا معيش مفتاح اللي هو بيقيس التورك بتاع الجهاز مثلا، وانا عامل حسابات هندسيه. فانا زمان مره قابلني حد في السعوديه قال لي بص انا همسك الصاموله. قلت له امسكها بايديك الاثنين، وانا مسكت المفتاح من هنا لفيته بصبعي. قلت له انا هلفه بصبعي. كويس. امسكه بايدك الاثنين وانا اتحداك ان انا الفه بصبعي يلف. فعلا لف. فانا لما قابلته طبعا السنه دي انا عملت نفس اللي عملته مع التاني، بس خلاص دلوقتي انا بقى عندي خبره بقى. قلت له طيب تمام امسك المسمار. قال لي هتقدر تلفه؟ قلت له هقدر. مسك المسمار لفيته بصبعي، راح جاي منبهر كده يعني استغرب جدا. كويس. ده انا عرفته بعد مده من التطوير، انا ما اعرفش ده دلوقتي. استفدت حتى من التعليق ومن التحدي ده لان عملته زمان. فاهم قصدي؟
فما تتخيلش ان انت هتنزل اختراعك جاهز 100%، ما تفكرش بالتفكير ده. كويس. فنصيحه مني اللي انت حط لنفسك وقت، زي ما بقول المعرض الكويت ان شاء الله شهر 2، عايز تدخل المعرض او حتى بتقول لا اصل التكلفه كتيره عليا او اي ايه يعني لا مش مناسب حتى دلوقتي، معلش حط الخطه على معرض الكويت حتى لو مش شاركش، يعني يمكن ربنا ساعتها يسهل. خلي بالك حاجات كتيره قوي قوي، معارض كتيره والله ربنا يعني ايه بيسهلها. انا اوقات كنت اقول لا المعرض ده صعب عليا قوي، انا ادفع فلوس ازاي، مبلغ كبير عليا. كويس. فقول طيب انا اشتغل لحد ما يجي وقت المعرض، سبحان الله ممكن ربنا يكرمك باي فلوس جايه من اي مكان، تلاقي الله والله دي الفلوس كمان زياده كمان. كويس. لو ليك نصيب هتحضر، ممكن يعملوا عرض، ممكن يعملوا مثلا زيارات مجانيه، اي حاجه الدوله تدعم. لان خلي بالك برضو انا عايز اقول حاجه، المعارض في الغالب الدول بتعرض، يعني مثلا معرض جنيف، معرض الكويت، معارض تانية برضو كتير، الجامعات، لان انا من الشباب اللي سافروا معايا في جامعات دعمتهم، في دول اصلا بتطلع مثلا الكويت مثلا، مصر مثلا بتطلع 3، بتطلعوا عدد قليل. كويس. فانت هتلاقي في بلدك، فانت ممكن تدور، لو انت مش قادر دور، بس هو هتلاقي العدد قليل للاسف، بس ربما ربنا يكرمك وتكون لك نصيب تسافر. كويس. لكن حاول وخلي عندك هدف اللي انت عايز توصل لده. كويس. فان شاء الله توصل له. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.